مساء الخير عليكم واهلا بيكم في اولى حلقات دبل شوت. انا بيتر. وانا مارك. عاملين ايه يا شباب؟ ايه الاخبار؟ احنا بصراحه جايين نعمل اكتر حاجه احنا بنحبها، جايين نتكلم في الكوره. هندردش شويه كده في دوري اسباني، دوري انجليزي، تشامبيونز ليج، كاس عالم للانديه اللي داخل علينا ده. ويعني نتكلم في حاجه احنا بنحبها كده، وندردش كومنتاتكم، سبسكرايب، ونشوف كده الدنيا مع بعض. ولا يا بيتر؟ بالظبط، برنامج خفيف لطيف كده هنتكلم فيه في كل حاجه في الكوره. ويلا بينا نتكلم النهارده في اول حاجه بقى عن نهائي تشامبيونز ليج بين انتر ميلان وباريس سان جيرمان. اتفرجت على الماتش؟ ايه اللي حصل؟ انا مش حاسه نهائي، يعني حاسه نهائي دوره رمضانيه بجد يعني. اسهل نهائي اخر مثلا 10 سنين. ولو تقدر تكتر عن كده كمان كتر. الفكره اللي انا كنت بتكلم داخلين انا واصحابي كده في ديبيت قبل الماتش، ما اعرفش اتفق معايا ولا لا. فكره اللي ده اكتر ماتش قبل ما الماتش يبدا، احنا كنا بنتكلم على الكلام ده قبل ما الماتش يبدا، ده اكتر نهائي تشامبيونز ليج احنا مش عارفين مين هيكسب. فمن ماتش احنا مش عارفين مين اللي هيكسب، وحاسين ان الاثنين ند ل 5-0 اعلى نتيجه في نهائي تشامبيونز ليج من قبل الماتش، وعارف ان باريس الصراحه داخل الماتش بدوافع كبيره. اولا باريس ما خدتش البطوله قبل كده خالص ولا مره في تاريخها، اول مره تاخدها امبارح. بيكتبوا تاريخ. كتابة تاريخ جديد طبعا مع انريكي، بسكواد يعني من غير بقى مبابي وميسي لا يعني عامل سكواد متكامل في كل الخطوط، من اول حارس المرمى لغايه من المدافعين لخط الوسط للمهاجمين. لا سكواد مرعب للويز انريكي الصراحه امبارح. حتى ده بان على مجريات الماتش يعني. طول ال 90 دقيقه انا ما شفتش انتر ميلان راح بالكوره على الجول يعني. احنا الصراحه يعني احنا كنا متفقين ان احنا اول حلقه هننزلها عن نهائي تشامبيونز ليج، هنتفرج على الماتش ونحلله كده. بس احنا حسينا ان مفيش تحليل هيبقى عن انتر ميلان، تحليل اكتر هنتكلم عن باريس. يعني انتر ميلان ما قدمتش حاجه قوي تتعمل في الماتش او تتقال نتكلم عليها في الماتش، بس باريس قدمت كتير قوي. باريس طول الماتش بيلعبوا ضغط عالي، اللعيبه كلها حافظه. واحد زي كافارا من لاخر دقيقه في الماتش بيروح ورا ديمفريز وبيحاول يجيب الكوره، كان ملتزم دفاعيا بزياده وهم كاسبين الصراحه. 4-0. فهو واحد زي ده ممكن يتدلع. يعني انا راجل بشجع ريال مدريد، فينيسيوس جونيور بعد اول 10 دقائق بيكسل يرجع يدافع. فعندك ده ده اللي كنت بكلمك عليه، الدوافع اللي داخل بيها باريس سان جيرمان الماتش. مع كمان حط في اعتبارك ان انتر ميلان لسه خسران الدوري من نابولي، وكمان خسر الكاس. فلا الدوافع نفسيا مختلفه يعني. متدمرين. هنبدا بتشكيل الميلان مع مارك. هو انتر ميلان بدا حارس مرمى سومر، يعني زي ما احنا متعودين، وهو يعني عامل اصلا سيزون تاريخي. باستوني، اشيربي، بافار، ودي ماركو، مختريان، شالينوجلو، باريلا، وديمفريز، وقدام بقى مارتينيز وترام. باريس بقى بيتر يقول لنا باريس. كان دوناروما في حراسه المرمى، قدامه باتشو وماركينيوس. باك شمال نونو مينديز. باك يمين اشرف حكيمي. ثلاثه في نص الملعب فابيان رويز وفيتينيا وبالينيا وكافارا استخيليا وعثمان ديمبلي وديزري دوي. دوي عمل ماتش بمناسبه عالمي. تشكيل انتر ميلان، دي ماركو كان كارثه امبارح. دي ماركو عمل ربع ساعه للتاريخ. نقطه التحول في الماتش كله يعني الشوط الثاني طبعا خرجه وشفنا التبديل. لا اول جونين من عنده ربع ساعه للتاريخ، تغطيه في الجون الاول واون جول في الجون الثاني. هو طبعا الجون الثاني ديفليكشن الصراحه مش ذنبه اكيد قوي. شفته في ماتش برشلونه لامين يامال كان عامل فيه ايه. الطريقه الايطاليه اللي احنا متعودين عليها، انا هسيب لكم الكوره، هشوف الدنيا فيها ايه، وهستنى غلطه واحده اعمل مرتده، وبعد كده انت اللي تبقى رده الفعل بقى، انت بقى اللي هتكون هتهاجم جامد، وهحط فيك الجون تاني بهجمه مرتده. ودي الطريقه اللي انزاجي كان حاططها كده وراسمها، بس هي ما نفعتش. انريكي كان عامل حساب الموضوع ده. يعني ما شفناش كوره واحده اصلا للانتر في الشوط الاول، مفيش محاوله على طب التارجت. الشوط الثاني ولا الشوط الثاني ما عملوش حاجه. ممكن اقول لك شوطه واحده في الشوط الثاني كله يعني، من لوتارو او باريلا مش فاكر. بس يعني من كتر ما انا مش فاكر، مع اني اتفرجت على 90 دقيقه كلها، مفيش محاوله على التارجت خالص لانتر ميلان. فلا باريس كان مسيطر سيطره تامه على 90 دقيقه. بتشوف طبعا كفارا استخيليا، ديزري دوي، مبابي، سوري ديمبلي، واحد على واحد ما بيخلصوا. الناس بتنفذ. فلا الفكره اللي دوي ده عيل صغير. طبعا مش عارف، مش متذكر 19 سنه، بس الواد بيعمل كل حاجه. بيلعب في نهايه تشامبيونز ليج، عامل كام؟ عامل جونين واسيست، دي مش حاجه قليله يا جماعه. الواد خطير. لو خدت بالك اصلا ان الماتش كان هيطلع سكور اكبر من 5-0 بكتير، ولو خدت بالك برضه في 90 دقيقه الحكم ما حسبش ولا دقيقه وقت بدل ضايع.
احنا كنا برضه صفر في انا 90 واصحابي بالظبط. كنا قاعدين بنتكلم كده اللي هو هيحسب كام دقيقه، ما تحسبش ولا دقيقه والماتش كده كده خلصان. بس انا شايف الصراحه كانت فرصه لانتر ميلان، مش فرصه عشان باريس وحشه، لا فرصه عشان هما تاني مره يوصلوا نهائي تشامبيونز ليج. تعالى بقى كفايه كلام على انتر ميلان ونتكلم على العريس اللي هو انريكي بصراحه، لان انا انريكي صراحه قصه وارك كامله. فكره كمان بنته والاحتفال والجماهير بتاعت باريس لما رفعوا اللفته بتاعت بنته في الاخر دي. لا هو مدرب خطير الصراحه وانا يعني. بيعجبني في انريكي حاجه حلوه قوي، فكره الارك. هو بيبدا على الهادي دايما، وحتى الثلاثيه بتاعت برشلونه بتاعت ام اس ان، هو بدايه السيزون كان ريال مدريد هي اللي مفيره، وريال مدريد كسبت اول كلاسيكو، وبرشلونه كان فيه كلام وخناقات مع ميسي، ونهى سيزون تاريخي. نفس الكلام مع باريس، هو بدا وحش على فكره، هو صعد تشامبيونز ليج بالعافيه بالظبط من الفرق. انا لسه حتى كنت بتكلم مع حد امبارح بقول له ان باريس صاعده من اخر الفرق اللي هي بتلعب ادوار الاقصائيه، بدليل انها عشان لعبت تخش. ليفر. بالظبط. فلا الموضوع كان جاي من بعيد قوي، فانت عارف بقى الامل بقى، هي دي الكوره بقى يا مارك، يعني جاي من بعيد خالص. والراجل دخل عدى ليفربول وعدى من استون فيلا، كان ماتش صعب قوي في الفيلا بارك. الماتش العوده كمان دوناروما شالهم في الماتش ده كتير قوي. دوناروما عامل سيزون جامد بالمناسبه يعني دوناروما فظيع. هو اعتقد له دور كبير قوي في التتويج بتاع امبارح. ده اعتقد هو كان المنافسه بين سومر لا ودوناروما على احسن مع حارس التتويج مرمى. بتاع امبارح كمان خلاص دوناروما حسمها يعني. دوناروما كده كده انا كنت ميال لسومر اكتر، لان يعني سومر بحس مستواه ثابت، دوناروما ساعات مستواه بيعلى ويزيد، بس احنا لو نتكلم على السيزون ده دوناروما يعني هو سومر ما بنقللش منه كل حاجه، بس ايد لوحدها ما تسقفش. بص على خط الدفاع اللي قدامه، هو الراجل بيشيل على قد ما بيشيل، بس غصب عنه يعني بيقدر يقدم اللي بيقدمه. كان طوفان طبعا، لعيبه تكتيكيا. هيلاقيها منين ولا منين؟ لا وهم كانوا حافظين هم كل واحد هيعمل فيهم ايه. انا كنت في لقطه كده ديمبلي واقف على خط ال 18 مستني سومر يلعب ضربه المرمى عشان يبدا يضغط. العيال حافظه هتعمل ايه. كفارا زي ما قلنا في اول الحلقه، كفارا لاخر دقيقه هو يرجع يغطي مكانه. ففريق كلها ملتزمين تكتيكيا، كلهم عايزين يعملوا الحلم، فكره الشامبيونز ليج وفكره باريس اول بطوله. الصراحه انا انبسطت لهم، الاحتفالات بتاعتهم حلوه. باريس ما نامتش امبارح، وانريكي انا انبسطت له. انريكي يستاهل ثلاثيه تاريخيه واعتقد خلينا نخش بعد كده اللي هو اعتقد من اقوى المرشحين لكاس العالم للانديه باريس. ممكن نقول يعني ممكن نقول توب 4 على الاقل، بس يعني لسه بدري عليها. ايه سبب انهيار انتر ميلان؟ بصراحه من وجهه نظري خساره الدوري كانت فرق كبير في مستوى انتر ميلان في الفتره الاخيره. لو بصيت حتى مارك امبارح على تبديلات انتر ميلان، مفيش اوراق تنزل تغير الماتش. انت امبارح انريكي نزل 3 او 4 او 5 تبديلات، حتى كلهم اشتغلوا، اللي جوه اللي بره زي اللي جوه، كلهم اشتغلوا ولعبوا. الجون الخامس كان باركولا اسيست مايولو. يا جماعه الناس اللي بره زي اللي جوه، فلا مفيش اوراق رابحه. كان بحس ان انزاجي بيقدم في مالطا التغييرات كلها ملهاش اي امباكت في الملعب، ما كانش فيه اي تغيير تحس الماتش فرق منه قوي بعد ال 2-0. هو تحسه اللي هو خلاص انتر ميلان مش قادرين، مع انه يعني كنت بحسهم عندهم الحميه دي في ماتشات برشلونه. بس خلي بالكم احنا ناسيين ماتشات برشلونه هم اللي كانوا بيبقوا مقدمين 2-0 وبرشلونه هي اللي كانت بتعمل ريمونتادا. بالظبط. بعد كده برشلونه بتحط جون وهم كانوا بيرجعوا بجون واحد، يرجعوا يتعادلوا او يعملوا ريمونتادا فرق جون. لكن فكره اللي هم فرق جونين دي تحسها قتلتهم، وتحس ان هم بقوا عارفين ان هم بعاد. فيعني انا شايف اللي هو فعلا اللعيبه كانت مش متحضره نفسيا. انزاجي ما ذاكرش كويس للماتش، يمكن في لعيبه دي حاجه مهمه. في لعيبه كتير ما كانتش مركزه. لو طاروا بيتكلموا اللي هو ممكن يمشي، انزاجي نفس الكلام. فاللعيبه خاصه هو انزاجي مساله رحيل انزاجي بقت مساله وقت. في عروض كتيره جايه من السعوديه وابرزها الهلال زي ما انت قلت في اول الحلقه، فاعتقد ان انزاجي مش هيكمل في انتر. بس في اخبار كتيره بتربط انزاجي بالهلال، فانتوا شايفين هيبقى في مستقبل اصلا مع الهلال؟ ما اعتقدش. انا شايف ان انزاجي كبير على الهلال. عارف كده اول ماتش الانزاجي هيكون قدام ريال مدريد لو راح الهلال. بالظبط. كاس العالم، كاس العالم للانديه. لا طبعا يعني ما انصحوش. بس تعالى نرجع تاني لباريس، عشان انا بصراحه باريس اللي قدموه انا كنت مبسوط قوي. طبعا انا كحد مش بيشجع الفرقه دي ولا الفرقه دي، انا كنت هنبسط اكتر لو هو ماتش كان فيه نديه. بس انا اللي كنت شايف فريق مهيمن، فريق بيلعب كوره وهو مستريح، مش متوترين. دي مش منظر لعيبه اول مره تلعب نهائي تشامبيونز ليج. طبعا هو في منهم لعبوا نهائي قبل كده اللي هو خسروا قدام بايرن، بس في منهم كتير اول مره يلعبوا نهائي تشامبيونز ليج. واحد زي فيتينيا كان بيلعب كانه بيلعب زي مودريتش. خطير فيتينيا وبالينيا جنب بعض
حلوين قوي. فكره ان باريس تاخد تشامبيونز ليج، اقوى بطوله ممكن اي نادي ياخده، دي هتفرق في البروجكت بتاعت باريس سان جيرمان، وهتفرق في تفكير ناصر خليفه. انت رايك ايه يا بيتر؟ بصراحه انا شايف ان يعني مع فوز باريس سان جيرمان بالبطوله، لا هتلاقي تدعيمات كبيره جايه الفتره الجايه من ناصر خليفي. انت عارف طبعا الفلوس هناك بس عاملة السؤال إزاي؟ هنا طريقه التدعيمات. مش هيبقى فيه تدعيمات قويه لان انت عندك سكواد مكتمل دلوقتي. انت عندك في كل مركز واحد او اتنين. لو جيت تبص على سكواد باريس سان جيرمان لا يعني عندهم في كل مركز فعلا واحد او اتنين ممكن يشيل ده مكان ده. هتلاقي نفس السكواد بنفس الجمدان بتاع السكواد حتى. في حاجات كتير، انا كمان شايف ان في حاجات كتير قوي هتختلف. يعني في حاجه زي اللي هو مثلا لعيبه جامده قوي زي فيتينيا، ولعيب زي ديمبلي، ولعيب زي الدوي المفير ده لو من 3 سنين اللعيب لو فير كده في باريس هتلاقيه بيفير في باريس عشان مستني ايه؟ برشلونه تاخده. بالظبط دلوقتي ده فريق بياخد تشامبيونز ليج. بالظبط. فانا عايز اقول لك انا هجدد له بسهوله. ناصر خليفه هو قاعد هيبقى حاطط رجل على رجل وهيقدر يجدد لهم، وهيقدر يقعدهم، وهيقدر يجيب لعيبه. بس هو طبعا خلاص ناصر خليفه عرف اللي ازاي ياخد بطوله. خصوصا ان انا بقيت فريق بتاع بطولات. يعني أنا خلاص بلعب تشامبيونز ليج، باخد تشامبيونز ليج بالنظام الجديد. انا عايز اقول لك كمان النظام الجديد ده مش سهل خالص. باريس سان جيرمان ياخد البطوله دي باول نظام باول شكل من البطوله دي، تاريخ. فلا دي تاريخ. و يعني انا شايف الصراحه شابوه انا انريكي انبسطت وناصر الصراحه خليفي الاحتفالات والاداره إنريكي. واللعيبه وكله يستاهلوا يعني. هو عموما لو شفت التصريح بتاع فيتينيا امبارح ميسي قبل ما يمشي قال له انا ماشي وانتم مش هتاخدوا دوري عمركم الابطال. هتاخدوا. هو رد عليه امبارح وقال له انا النهارده خدت دوري الابطال، فكان حاجه للتاريخ. صراحه باريس تستاهل. انا كنت اتمناها امبارح حتى باريس سان جيرمان عشان اول مره في تاريخهم، فلا الموضوع حتى اللي كان ليه احساس مختلف. واحنا كناس بتحب الكوره، لا انت قاعد مستني بقى بتشوف احتفال فريق اول مره ياخد البطوله. لا حاجه مختلفه يعني. حاجه مختلفه. والصراحه مبروك لباريس، ولو في مشجعين لباريس سان جيرمان في مصر مبروك ليكم الصراحه، تستاهلوها. مين يستاهل البالون دور؟ او مين اقرب للبالون دور؟ سؤال مهم ده يا بولا. يعني البالون دور دلوقتي فيها كلام كتير جدا، من اول صلاح لديمبلي لمبابي لناس كتير جدا. فاحنا خلينا نقول من برشلونه رافينيا ولامين يامال شويه. لا بعيد عشان لامين شويه عشان ارقام. هو الاقرب بدري اعتقد في برشلونه. هو بدري ورافينيا اقرب بالزبط. بعد كده لامين يامال. ديمبلي في باريس هو رقم واحد مش في باريس. انتر خلاص ما بقاش فيها حد خلاص يعني. طب الترتيب صلاح ديمبلي رافينيا، لو هترتبهم بالافضليه كده او بالارقام او بتوقعك الشخصي. انا بالون دور دي صحيفه في الاخر فرنسيه حاسسها ديمبلي. حاسس ديمبلي صلاح. انا شايف ديمبلي صلاح رافينيا. يعني خلينا نشوف مين اللي هياخد بالون دور في الاخر. دلوقتي يا شباب هنتكلم عن تقييمات اللعيبه، وهنبدا بالفريق الخسران. هنبدا بالانتر. بالنسبه لسومر انت مارك. انا مش عارف عندي انا ما كنتش عايز اقيم لعيبه انتر ميلان لان انا شايفهم ما جوش. انا عمري ما شفت فريق في نهائي تشامبيونز ليج كده ما جاش. بس انا سومر بحبه. انا شايف لو عامل سيزون حلو وفي اجوان كتير الصراحه. هو ما يقدر معظم الاجوان هو ما يقدرش، يمكن محتاج حد خارق قوي عشان يجيبها. انا ممكن اديله 4 من 10 مثلا. لا انا اختلف معاك الصراحه. الراجل كان بيلعب برجله كويس امبارح، يمكن هو اللي كان بيحاول يطلع الفرقه، فاديله 6 امبارح. تمام. بافارد 3. 1. اشيربي 2. 0. الراجل امبارح باركولا قعده واحده كانت وحشه قوي الصراحه يعني. باستوني ممكن اقول 4. هو عشان باستوني لعيب جامد فهنقول مثلا ممكن اديله 5 عشان انا بحبه بصراحه. دمفريز اديله 6. بالنسبه لادائه ده انا اديله 1. اديله 1 لان انا فعلا دمفريز انا كنت حاطط عليه امال. لا عمل ماتش وحش قوي بالنسبه لي. باريلا فممكن اديله 4.5. انا زي مارك. شانونوغلو 4. 3. مختريان 5. 4. دي ماركو 0. ده ممكن ياخد بالنيجاتيف كمان. نيجاتيف 1. ترام اديله 3. الراجل كان بيبقى محطه يعني 3. مشكلتي معاه اللي هو بطيء شويه بس 4. بس انا بحب ترام عموما. لوتارو قول 5. كان بيحاول برضه. 5 برضه. تمام. هنخش بقى على ايه؟ باريس. نبتدي بدوناروما. او دوناروما ممكن اديله 9.5. اديله 9. حكيمي 10 من 10 ونجمه. 10 من 10. حكيمي احسن. ماركينيوس الكابتن كابيتانو. هو طبعا كبر شويه بس يعني اقول 9. لا انا اديله برضه 10. قائد وروح وجرينتا في الملعب خيالي الصراحه. باتشو 9 برضه. 8. مينديز
7. هو مش يعني هو مش اجمل ماتش ليه، بس هو مندش بالظبط. مندش عامل سيزون خيالي. 8. فيتينيا 9.9 من 10. انا 10. دوي الكينج 10 من 10. ما ينفعش جونين واسيست وما ياخدش 10 من 10. كفاره بص في الدقيقه حاجه و80 كان عامل سبرنت اسرع من كان حد لسه نازل في انتر ميلان، فلا الراجل خيالي الصراحه. فانا هديله 9 من 10 مع انه هو كتوتال هو هجوميه، هو حط جون، هو في الاخر النتيجه تحفه، بس هو ما كانش احسن ماتش ليه، بس هو انريكي سايبه عشان هو عارف دوره في الملعب. انا هديله 10 من 10 عشان دوره الدفاعي مش عشان الجون بس. البالون دور بوي ديمبلي. هو ديمبلي خلي بالك عمل اسيست بس اعتقد، بس مش احسن ماتشاته امبارح يعني. اديله 7 من 10. انا ممكن زي بيتر 7 من 10. فرانس فوتبول هتديله 10 من 10 عموما كده كده. طيب يا شباب، دي كانت اول حلقاتنا من برنامج دبل شوت. يعني نتمنى نكون كده كنا خفاف عليكم، دردشنا في نهائي تشامبيونز ليج، يعني اهم بطوله بالنسبه للانديه. كان ماتش حلو وغير متوقع، نتمنى ان احنا نكون كنا خفاف كده. هنستنى منكم بقى السبسكرايب ولايك وشير وفولو بقى على انستجرام وتيك توك، ورب تكون الحلقه دي عجبتكم، واستنونا بقى في حلقات جايه كتير يعني. باي باي. باي باي.